ضابط مخابرات حياته اتدمرت في لحظة، مراته وبنته اتقتلوا قدامه، القانون ما قدرش يجيب له حقه، فقرر ياخده بإيده، تنازل عن رتبته، عن حريته، عن كل حاجة، وبيتحبس بمزاجه في نفس السجن اللي فيه المجرم. لكن ده مش انتقام عادي، دي خطة مرسومة بالدم. هو مش رايح عشان يعيش، هو رايح علشان ينتقم. اوعى تفتكر ان كده حكيت لك كل حاجة والقصة خلصت. لا لا لا، اللي جاي هيقلب الموازين. فيلا بينا. بيبدأ الفيلم في جزيرة معزولة عن العالم، وبنعرف ان القرية دي موجود فيها اللي محكوم عليهم بالإعدام فقط، وان اكتر من 13 دولة آسيوية بيبعتوا مجرمينهم للجزيرة دي. وفي الوقت ده على الجزيرة بنشوف بنت صغيرة اسمها جين بتجري من مجرمين بيطاردوها، وده لأنهم عايزين يخلصوا عليها. وبتبقى والدة جين مالي بتخلص على المجرمين دول واحد ورا التاني، وما بتخليش واحد فيهم يقدر يوصل لبنتها. لكن في الآخر المجرمين دول بيحاصروهم هما الاتنين، فبتخلص مالي على شوية منهم، وبتقول لبنتها جين إنها تهرب وتسيبها. لكن جين ما كانتش عايزة تسيب أمها وتجري، لكن ما بيكونش فيه خيار تاني قدامها، وبتجري جين. ولكن قائد المجرمين دول بيبعت وراها رجالته، وبيفضل هو مع مالي علشان يخلص عليها. وبتجري جين، ولكن في الآخر المجرمين بيمسكوها وكانوا يخلصوا عليها، وجين كانت مرعوبة جدا. ولكن قبل ما يخلصوا عليها بيظهر فجأة عند البحر شخص ايده متكتفة ومحطوط على وشه قناع المحكوم عليهم بالإعدام، وبالتالي بيكون الشخص ده لسه فايق ولاقي نفسه على الجزيرة، وبيضرب الراجل ده المجرمين. وبنشوف قوته في القتال، وبيكون قوي جدا لدرجة انه قدر يخلص على كل المجرمين. وبيبص على جين، فجين بتجري على امها والراجل بيروح وراها. وفي الوقت ده مالي كانت بتتقاتل مع قائد المجرمين، لكن قائد المجرمين بيقدر انه يسيبها، وبتقع مالي على الارض مغمى عليها. وبتحاول جين تنقذ امها، لكن قائد المجرمين بيضرب جين هي كمان، والشخص المجهول بيوصل عندهم. وبيقف قائد المجرمين قدام الشخص المجهول وبيسأله هو مين، لكن الراجل المجهول ما بيدلوش حتى فرصة للكلام، وبيضربه ضرب عنيف جدا. وقبل ما يخلص عليه بيسأله الراجل المجهول على مكان شخص اسمه كوهن، فبيضحك عليه قائد المجرمين وبيقول له انه مش هيعرفوا مكانه وانه يخلص عليه احسن. وفعلا بيضربوا الراجل المجهول ضربة برجله وبيخلص عليه. وبتجري جين عليه وبتفضل تتوسل ليه انه ينقذ امها ويشيلها معاها لحد المخبأ اللي عايشة فيه مع عشيرتها، وإن في مقابل ده أمها لما تصحى هتعرفه فين مكان كوهن وهي تعرف مكانه. فبيوافق الراجل المجهول وبيشيل مالي لحد ما بيوصلوا للقرية اللي العشيرة بتاعت جين ومالي عايشين فيها. ولما قائد العشيرة باو بيشوف الراجل المجهول ما كانش مرحب بوجوده نهائي، وكان هو وكل رجالة العشيرة عايزين يخلصوا عليه، لكن جين بتمنعهم وبتعرفهم انه انقذ امها وامها اتصابت. فقائد العشيرة باو بيخليهم ياخدوا مالي ويودوها عند الحكيم أبيا عشان يعالجها. وبيبدأ أبيا إنه يعالجها، وبيقعد الراجل المجهول وسط رجالة العشيرة وبياكل معاهم. وبتيجي جين علشان تقعد معاه، لكن رجالة العشيرة بيقوموها. وفي الليل بنشوف باو بيسأل الراجل المجهول هو منين واسمه ايه ولو هو جاسوس. فبتقول جين لباو انه بيدور على مكان كوهن وانه مش جاسوس ولا حاجة، وباين عليه انه طيب. والراجل المجهول مش بيرد على اي كلمة من كلامهم وبيسيبهم وبيقوم ينام. وبيفضل الراجل المجهول مع نفسه قبل ما ينام وبيفتكر ذكرى حزينة لمراته وهي بتتقتل، وبيطلع اللي قتلها هي وبنته كوهن. وفي تاني يوم الصبح بيقول باو لجين انها ما تقولش لامها على الراجل المجهول انه انقذها. وبعد شوية بتصحى مالي وبتطمن اول حاجة على جين بنتها، وجين بتعرفها بالراجل المجهول اللي انقذ حياتها. لكن اول ما بتشوفه مالي بتبصله بنظرة حادة وبتطلع انها عارفاه، وعلى طول مالي بترفع الرمح عليه وبتقوله ايه اللي جابه هنا. فما بيردش عليها الراجل المجهول، وبنعرف ان اسمه كيم. وبتقول له مالي انه ياخد بعضه ويمشي من هنا حالا بدل ما تخلص عليه. وبيسألها باو هو مين ده وليه عايزاه يمشي. فبتعرفه مالي ان ده الضابط اللي قبض عليها وخلاها تيجي للجزيرة دي وخلى بنتها جين تتولد هنا وسط المجرمين. فبيقول لها كيم انه عايز يعرف ازاي يوصل لكوهن ومش هيخليها تشوف وشه تاني. فبتقول له انه يمشي في طريق البركان وهناك هيلاقي كوهن. وبياخد كيم بعضه وبيمشي من قرية العشيرة، وبنشوف كيم بيتمشى في الغابة وماشي في طريق البركان زي ما قالت له مالي. وفي اللحظة دي بيلاقي الفخ اللي وراه شبك في حاجة، وبيبص وراه وبيلاقي جين في الفخ، فبينزلها من الفخ.
وبيسألها هي ليه جت وراه، فبتقول له جين إنها جت وراه علشان هي كمان عايزة تنتقم من كوهن، لأن كوهن ده هو اللي خلص على والدها قدام عينيها. وبيتمشوا مع بعض لحد ما بتلاقي جين حفرة فيها أشخاص ميتين ومن ضمنهم شخص تعرفه، فبتجري جين عليه وبتعيط جنبه وبتحاول إنها تفوقه وهي حزينة عليه، لكن ده بيطلع فخ من عصابة من أتباع كوهن، والاتنين اللي بيكونوا ميتين بيقوموا مرة واحدة وبياخدوا جين وبيجروا بيها من المكان. وبيشوفهم كيم لكنه ما بيرضاش يجري وراهم، وبيبص على الحفرة اللي جين كانت فيها بيلاقي لعبتها وبيفتكر بنته اللي اتقتلت، وبيقرر انه ينقذ جين وما يسيبهاش للعصابة، وبيتحرك في المكان اللي العصابة اتحركت منه لحد ما بيوصل لمخبأ العصابة وبيدخل لهم، وبيلاقي نفسه في ممر مليان زنازين فيها أشخاص بيطلبوا النجدة من كيم، لكن كيم ما بيهتم لهمش. ومرة واحدة بيلاقي واحد من العصابة خرج من أوضة وبيسأله هو مين، لكن كيم ما بيتكلمش معاه وعلى طول بيضربه ضربة بتوقعه. وبيدخل كيم للأوضة اللي كان فيها وبيلاقي 3 رجالة، فبيبدأ القتال معاهم ومحدش فيهم بيقدر انه يلمسه، وبيقدر كيم انه يضربهم كلهم من غير ما يتصاب. وبيكمل تدوير على جين في المكان لحد ما بيدخل أوضة وبيلاقي فيها كل العصابة بالقائد بتاعهم، وبتكون جين مع قائد العصابة وكان عايز انه يتحرش بيها، وكل رجالة العصابة بتهجم على كيم، وكيم بدون مقدمات كده بيبدأ هجوم عليهم وبيقدر انه يخلص على اغلبيتهم، وبيفضل القتال شغال وقائد العصابة قاعد يتفرج عليهم وهو مستمتع لحد ما بيقدر كيم انه يخلص على كل رجالة العصابة وبيبقوا كلهم مترصصين على الارض. وبيقوم قائد العصابة لكيم علشان يتقاتل معاه، وفعلا بيبدأ القتال ما بينهم، وبيقدر قائد العصابة انه يسدد لكمة واحدة بس لكيم، وبعد كده كيم ما بيسيبوش يلمسه تاني، وبيفضل كيم يضرب فيه لحد ما قائد العصابة بيموت. وبيلاقي كيم واحد من العصابة لسه عايش، فبيروح يسأله فين كوهن، ومن ظهر كيم بيقوم واحد من رجالة العصابة وكان هيخلص عليه، لكن بنلاقي سهم خلص على راجل العصابة، وبيطلع ان اللي ضرب السهم ده مالي، وبيتعرفوا انها شكت ان بنتها راحت وراه وعشان كده جت هي والعشيرة، وبتسأله عن بنتها فبيقول لها انها خرجت بره، والعشيرة بياخدوا البنات اللي كانوا في المكان عشان يعالجوهم. وباو كان منبهر باللي عمله كيم في العصابة وقال له انه لو عاوز يبقى واحد منهم ما عندهوش مانع، فبيبص له كيم بنظرة حادة كده، فبيخاف منه باو وبيخرج من المكان. على الناحية التانية بنشوف واحد بيروح لكوهن وبيعرفه ان في شخص بيدور عليه وبيخلص على رجالته، فطبعا الكلام ده بيضايق كوهن جدا، وبنلاحظ ان كوهن عرف ان اللي بيدور عليه هو كيم، وبيفتكر كوهن ذكرى وحشة جدا جدا ليه وكان سببها كيم، وبيفتكر اليوم اللي هو خلص فيه على عيلة كيم، فكيم حرق له جسمه وشوهه، وبعد ما شوهه سجنه وبعته على الجزيرة المعزولة دي. وبيقوم كوهن وبيخلص على الراجل اللي جايب له المعلومات، وبيقول كوهن لمساعدينه ال3 كاوري وشاشة وترونج يجيبوا له كيم حي ويخلصوا على اللي معاه، ومساعدينه بياخدوا كل الرجالة اللي في المكان وبيروحوا يدوروا على كيم، وبيتقسموا ل3 مجاميع. كاوري وهي بتدور على كيم بتلاقي هي ورجالتها جين قاعدة، فكانت كاوري هتخلص عليها وبتمسك السهم بتاعها وضربته، وقبل ما السهم يصيب جين بيكون كيم حط حاجز ما بين السهم وجين وبيحمي جين، وبيتصاب كيم في رجله بسهم من الأسهم بتاعت رجالة كاوري، فبياخد كيم جين وبيدخل بيها البيت من البيوت اللي قدامه وبيستخبى في البيت، وبتستعد كاوري ورجالتها علشان يدخلوا البيت ويخلصوا على كيم وجين، وكيم كان استخبى، وبتدخل كاوري هي والحراس اللي معاها للبيت وبيدوروا على كيم وجين. وفي اللحظة دي بتكون مالي وصلت عند البيت وبتضرب أول واحدة من اللي مع كاوري بسهم وبتخلص عليها، وكاوري والحارسة اللي معاها بيلاقوا مكان فيه أثر دم، وبتضرب كاوري سهم في المكان ده وبتكون مفكرة إن مستخبي فيه كيم، وفعلا كيم بيكون مستخبي في المكان وأخد السهم في ظهره، وده علشان يحمي جين. وقبل ما كاوري تكتشف إنه مستخبي بتظهر مالي نفسها، فكاوري والبنت اللي معاها بيبصوا من شباك البيت، ومرة واحدة بتضرب مالي سهم، فبتمسك كاوري البنت اللي معاها وبتخليها تاخد السهم وتحميها، وبترجع مالي تستخبى تاني، فبتقعد كاوري مستنياها تخرج، ولكن كاوري بتلاقي ظهرها باين، فبتستغل كاوري الفرصة وبتسيب مالي بسهم، وبتكون مفكرة ان مالي ماتت وبتخرج من البيت علشان تتأكد، ولكن لما بتروح بتلاقي ان ده فخ من مالي، ومالي كانت متحمية
في جثة أصلا، وبتضرب مالي سهم في زور كوري وبتخلص عليها، وبتجري مالي على البيت علشان تطمن على بنتها جين. ومالي بتلاقي كيم مغمى عليه ومتصاب بالسهم ومرمي في الأرض وجنبه جين، وبتكون مالي عايزة تاخد جين وتمشي، لكن جين بتفضل تتحايل عليها إنها تاخد كيم معاهم لأنه أنقذ حياتها، وما بتكونش مالي عايزة تاخده معاهم، وبتبقى ماشية. وفي اللحظة دي باو وباقي الرجالة بيوصلوا، وبتفضل جين تتحايل على باو إنه ياخد كيم معاهم وينقذوه، وآخر ما بيزهق باو من زنها بياخد هو ورجالته كيم وبيروحوا بيه لعند أبيا، وبتتحايل جين ومالي على أبيا إنه يعالج كيم وبيوافق أبيا. وفي الوقت ده بنشوف باو وواحد من رجالته بيهربوا من شاشة وترونج ورجالتهم في الغابة، ولكن في الآخر بيقع باو وصاحبه في فخ، وبيفضلوا في مكانهم لحد بالليل، وبيوصل لعندهم شاشة وترونج، وشاشة بيقطع دماغ صاحب باو، وده عشان يخوفوه ويخلوه يوصلهم لعند كيم. ومن كتر خوف باو بيوافق وبيقول لهم انه هيوديهم لعند العشيرة ويسلم لهم كيم، وده في مقابل انهم يسيبوه يعيش هو والعشيرة بتاعته. وفي الصبح بنشوف باو بيجري على العشيرة بتاعته وبيسألهم عن مكان كيم، لكن مالي ما بترضاش تخليه ياخده وبتسأله عايزه ليه، فباو ما بيكونش عايز يعرفها باللي عمله مع شاشة وترونج، ومرضاش يقول لها أي حاجة نهائي، وده بسبب إنه بيكون خايف من رد فعلها. لكن مرة واحدة شاشة وترونج بيوصلوا للمكان وبيهددوا كل الموجودين إنهم هيخلصوا عليهم، فباو بيقول لهم إنه مش اتفق معاهم إنه هيسلم لهم كيم، فشاشة بيقول له إن ما كانش فيه ما بينهم اتفاق، وبيبدأ القتال في القرية، وحرفيا بنشوف العشيرة بتموت واحد ورا التاني، وكمان رجالة كوهن بيقعوا هم كمان، وبتتقاتل مالي مع العصابة وبتحاول تدافع عن العشيرة بتاعتها لحد آخر نفس فيها، وبيقع باو مصدوم بسبب اللي عمله وبسبب إنه باع أصحابه والعشيرة بتاعته لشاشة وترونج، وبيقرر انه يتقاتل ويساعد زمايله، وشاشة بيدخل يتقاتل مع مالي. وفي الوقت ده بتجري جين على الأوضة اللي نايم فيها كيم وبتحاول انها تصحيه، لكن كيم ما بيصحاش خالص، فبتفضل جين جنبه وبتفضل تحاول تصحي فيه، لكن طبعا ده بدون فايدة لأنه بيكون مغمى عليه. والمهم إن بتتقاتل مالي وشاشة مع بعض، وشاشة كان متفوق عليها في القتال وبيفضل يسدد لها ضربات عنيفة جدا، لدرجة إن باو بيلاحظ وبيساعدها وبيحاول إنه يخلص على شاشة، لكن شاشة كان أقوى منه بكتير، ولما باو حاول يطعنه بالسكينة اتعصب عليه شاشة وخلص عليه، وقبل ما باو يموت قال لمالي إنها ما تزعلش منه وإنه حاول يعمل أي حاجة صح لكنه أخطأ بالغلط. وبنشوف جين بتاخد سكينة وبتخرج بيها على شاشة وبتحاول إنها تحمي أمها منه، لكنه كان هيخلص عليها هي وأمها، لكن قبل ما يأذيها شاشة بيكون كيم صحي وكان حرفيا قايم بيتألم ومش قادر يسند طوله، ورجالة شاشة بيهجموا عليه وبيكونوا مفكرين إنهم هيقدروا يخلصوا عليه، ولكن ده بالعكس بيبين لهم كيم قدراته وبيقدر إنه يخلص عليهم لحد ما بيقدر إنه يخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني، وفي الآخر بيكون مش فاضل غير شاشة وترونج، والاتنين بيتقاتلوا مع كيم، وكيم بيكون هو المسيطر في القتال وبيقدر بقدراته إنه أول حاجة يخلص على شاشة وبيضربه بالسيف في نص دماغه، ومش بيكون فاضل غير ترونج، وترونج هو اللي بيتعب كيم شويتين، ولكن في الآخر مصير ترونج بيكون زي زمايله وبيموت على إيد كيم، وبيبص كيم نظرته الأخيرة لجين ومالي وبيتجه في طريقه لكوهن، وبيوصل للمخبأ بتاعه وبيلاقي ان كوهن كان مستنيه اصلا، وكوهن بيقول له انه عمره ما نسيه وكان مستني اللحظه دي من زمان، وده علشان يقدر ينتقم منه بسبب اللي عمله له في جسمه. فبيبص له كيم بنظره تحدي وبيبداوا هما الاتنين قتال ضد بعض، وبيبقى كوهن وكيم في نفس قوه بعض ومفيش اختلاف تقريبا، لكن اللي بيسيطر على القتال بعد كده كيم، وبيفضل يضرب في كوهن بشراسه، ومره واحده بيطلع كوهن من معاه سكينه كان مخبيها وكان عايز يخلص بيها على كيم، لكن كيم بيقدر انه يتفادى كل ضرباته بالسكينه وبيقدر انه يمسك له ايده وبيضربه لحد ما بيوقع منه السكينه، لحد ما بيقدر كيم انه يخنق كوهن وكان خلاص هيخلص عليه، لكن كوهن بيبعده عنه وبيفضل يضحك في وشه. فهنا بيتعصب كيم جدا وبيمسك كوهن وبيقدر انه يوقعه على الارض وبيفضل يضرب فيه بدماغه لحد ما بيموت كوهن في ايده، وبيصرخ كيم من فرحة النصر وانه اخيرا قدر يجيب حق بنته ومراته. وبعد ما قدر كيم يجيب حق بنته ومراته بنشوفه على حافة جبل عالي وبيشوف من بعيد سفينة بحرية في البحر، وبنعرف ان دي كانت اخر مرة شافوه على الجزيرة. وبتقول لنا جين ان مش كيم لوحده الشخص الوحيد اللي قدر يهرب من الجزيرة وان في كتير غيره، وبيخلص الفيلم وبس كده. سلام.